السلام عليكم. في جديد قضية القيادي بحزب العدل والتنمية حميد الدين فيما يتعلق بمقتل الطالب. إذن فقد أدانت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية فاس مساء اليوم الثلاثاء عبد العالي حميد الدين القيادي بحزب العدل والتنمية ب3 سنوات حبسا نافذا، وذلك في ملف مقتل الطالب القاعدي محمد بن عيسى أيت الجيد. كما عاقبت المحكمة ذاتها المعني بالأمر في الطلبات المدنية بأداء لكل واحد من المطالبين بالحق المدني مبلغ 20,000 درهم. وأخذت الغرفة المذكورة عبد العالي حميد الدين لأجل المشاركة في الضرب والجرح المفضي للموت دون نية إحداثه، بعدما أعادت تكييف التهمة المنسوبة إليه في هذا الملف الذي تعود وقائعه إلى أزيد من 3 عقود. ولقد جرت أطوال هذه الجلسة التي حضرها قياديون في حزب العدل والتنمية، ويتقدم السيد إدريس الأزمي وسط تعزيزات أمنية مشددة بباب موحد محكمة الاستئناف بفاس. ويتابع عبد العالي حميد الدين في هذا الأمر في حالة صراح بجناية المشاركة في القتل العمد مع سبق إصرار والترصد، وهي التهمة التي أعادت غرفة الجنايات الابتدائية تكييفها. ويذكر أن الطالب القاعد محمد بن عيسى أيت الجيد لقي مصرعه متأثرا بإصابته العنيفة البالغة في أحداث عنف.